يصفها الأطباء البيطريون بأنها من الحالات النادرة جدا، وفيها تتداخل الحالة بين الذكر والأنثى. فهل حقا أن الديك يبيض؟ وما هي درجة الصدقية التي يجب أن نتأكد منها بأن هذا الديك حقا يبيض؟ وهل البيضة هنا على شاكلة البيض العادي؟ هذا الموضوع لدى الزميل حميد الزعابي. هل صحيح الديك باض؟ فعلا محمد، يعني كما أكد العديد من الأطباء أن هذه الحالة تعد فعلا هي من النوادر وقل ما تحدث في عالم الطيور. ولله في خلقه شؤون، الدهشة تصيبنا بلا شك ما أن نسمع بأي فعل مخالف لما هو متعارف عليه. ولكننا في تقريرنا اليوم نسلط الضوء على إحدى النوادر التي لا يتقبلها العقل بمجرد سماعها للوهلة الأولى. فالديك قلب الآية، ولكن مشيئة الله وبالعلم الذي وهبه للإنسان استطاع أن يفسر لنا كل ما هو غير معقول، وخاصة فيما سنعرضه لكم عن بيضة الديك الذي وعلى ما يبدو سيكون سعره أعلى من الذهب. فلنتابع. لا قريت بعد في بعض المواقع أن في بيض الديك توجد، يعني في ديك يبيض، ولكن لما تقول حق واحد أن بيض الديك يمكن يكذب. وهذا الإثبات هاكو الديك وهذا البيض وسلامتكم. أخيرا باض الديك في تحد لكثير من الأمثال الدارجة، فكما نقول سيحدث هذا الشيء إذا باض الديك، وبالمحلية نقول يوم بيض الديك عندما يستحيل تحقيق أمر ما. قصتنا اليوم ربما تكون غريبة ولم نعتد على سماعها. البداية كانت من أحد المواطنين حين أخبرنا بأن لديه ديكا بياضا. في بداية الأمر ظننا أنها مزحة ولم نصدق، وبات يؤكد لنا ولديه الدليل أيضا، وهذا ما جعلنا نتوجه له. فالحيرة والدهشة أصابتنا وربما تصيب من يسمعنا الآن، فهي من الغرائب والنوادر. ولكن ما إن وصلنا حتى شاهدنا بيضة الديك بأم أعيننا، ولو أن بعض الشك راودنا حولها، ولكنه أصر وأكد لنا أن هذا البيض لهذا الديك الذي بدأ يبيض منذ فترة ليست ببعيدة. هذا البيض اللي عندي هذا بيض الديك مؤكد، أنا لأن كل سنة في نفس الوقت تطلع لنا البيضة هاي في نفس المكان، وما تكون في مكان البيض اللي بيضن فيه الدياية أو مكان، تكون بروحها معقوقة في صوب. فهذا يأكد على كلام الأوليين أن هاي بيضة الديك، وأنا يعني أكد نفسي أن بيضة الديك هذه ما بيكون بيضة غير بيضة الديك هذا. الشك لا يقطع إلا باليقين، هذا ما جعلنا نستعين بأحد الأطباء البيطريين الذي فحص الديك والبيضة، والنتيجة كانت الحقيقة أنت فاجأتني بهذه الحالة، أنه هي حالة نادرة جدا 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 هذه الحالة، وتحصل عندما بكون في عنا حالات مزدوجة، يعني الجهاز الأنثوي والذكر مخلوطين مع بعضهم البعض داخل جسم الديك نفسه أو جسم الحيوان، فبسموها بالإنجليزي هرموفرودايت، يعني الجهاز الأنثوي والذكري مخلوطين مع بعض. نظرا أنت ورجتني الديك يعني من مظهره الخارجي شكل دجاجة وليس ديك، يعني حجم الديك الطبيعي حجمه صغير جدا، وحتى الصوت اللي عند مثلا عند الامساك بالديك تلاقي الصوت مثل صوت الدجاجة لما بتبيض تعطيك صوت معين انه هي في حالة إباضة. إذن الطب البيطري أبدى رأيه وأكد لنا أنها بيضة الديك، وعلى ما يبدو أن ذاك المثل قد ولى زمانه بعد أن باض ديك براشد. ومن يحب مشاهدة الديك والبيضة فليتفضل إلى بيته. ونختم بهذه الأبيات الشعرية للشاعر بشار بن برد الذي قال: زرتينا مرة في الدهر واحدة، ثني ولا تجعليها بيضة الديك.
باض الديك ونشرته انتهت، وإليكم أبرز العناوين.